ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ والله انا اللي اتشرفت بيك. دخلت جوه قوي؟ أوي. شخصية قوي يعني. جدا. توكل على الله. نبدأ. تامر جابر فهمي. الاسكندر عقلية تاريخية يعني قوية جدا وكبيرة جدا، لسه بتدرس لغاية دلوقتي في المدارس والكليات الاستراتيجية يعني. حد قدر ان هو يحتل العالم بدماغه وقوته العسكرية والتكتيكات بتاعته، فتخيلت نفسي بقى اللي هو انا اسكندر بقى ورايح احتل العالم. حلو في المجال بتاعي طبعا. علمي علوم. بيتي كان بيتوتي شوية. نمبر 1. نمبر 1. لخص حياتي في جملة: هين نفسك وهين قرشك. الحاجة اللي غيرت حياتي الجواز. بقعد شغل أغاني للفجر بقى، العمارة كلها تسمع معايا. كنت أغير حاجات كتير أوي وأغير ناس كتير أوي. ما يعرفش بابي الحظ، أفتكر إن أنا لو اشتغلت حلاقة هيجيلي ناس من غير راس كتير، بس يعني مواقف كده رسمية شوية. تنزل ميس سعاد تدي البصمة على كنت أروح الإدارة يعني كرول الإدارة هناك وأغني وبتاع. كان نفسي أطلع مغني أوي. ماشي سمعت. يتدلع عادي ما يتدلع إن شاء الله الدنيا دي تولع براحته، ده أهم شي راحته، يا بختي لو كنت من بخته. رواية الكارما لإنجي علاء. مش لازم أرد على السؤال ده. ان انا بعد كل يوم بقعد مع نفسي كتير وارسم السيناريو اللي حصل معايا في اليوم واحاسب نفسي قوي. لازم ارد على السؤال ده برضه. ايه الاسئله دي؟ انت قلت شخصيه، انت جايب لي حاجات ربنا يستر من اعدادي. البحراوي. واحد بعد اهلي. ابو تريكه. امي. مفيش غيرها طبعا، محدش يستاهل الحب كله الا هي. لابد ان انت تقابل حاجات كتير في حياتك، يعني وارد ان هي توقفك او تعطلك، بس انت مش مستفيد منها بحاجه، فلازم تعمل لها سكاب بكل الطرق. طرق ايجابيه بقى، نقد ايجابي بقى، اعتبر ان ده نقد ايجابي يطلعك او يدفعك لقدام مش يجيبك ورا. احياء يعني كنت شاطر فيها زمان، وعندي مدرسه كده كانت محبباني فيها يعني. النصيحة انك ما تغلطش غلطتي، ما تحطش حد في مكان او في حجم اكبر من حجمه. اكتر صفة انه يكون حد صادق ومخلص جدا ليا يعني، انا على المستوى الشخصي. 97.5. نفسي الفترة اللي جاية دي احقق يعني حاجات كتير قوي، او اعدي ريسك كبير جدا يوصلني لهدف كان نفسي فيه في حياتي، في شغلي كله مرتبط بشغلي. احمر. اخويا الناظر عشان هو اللي جايبني، وعمر المختار قال لي اعمل لي كده. ده لا مالكش دعوه. هو قبل اي حاجه هو لازم يبقى معاه الكواليفيكيشن بتاعته او المؤهل بتاعه، وبعد كده ينزل تدريب، يشوف تقسيمه البورد، المدرس اللي بيشرح، المايند مابس اللي هو بيشتغل بيها، اللي يقدر يوصل بيها للطالب القواعد او المعلومه بشكل سلس يقدر يشتغل معاه عليها. بعد كده فيما بعد بقى يبدا يكون علاقاته وينزل شغل. ربنا يوفقه. لا ما يروح لحاله، ما يولع. لا هي امنيه واحده بس، 3 4 مليون جنيه كده او دولار كده يروقوا على الواحد وهتقول وجه الله. مش عايزه تاني، مش عايزه تاني. لا شخصيتين ايه، هرجع العفريت تاني ويطلعكم. ما خلاص. حفله يعني. ربنا يستر. اهلي. ريان.
الاتنين واحد. لا بيض. طويل. هو السؤال على ايه؟ طيب. لا محشي. لا الكلاسيك. اهو. الضلمة. الناس بتبان اكتر في الضلمة. يعني نفسه يبقى عنده ابن زيي. أثرت فيا أوي، حسيتني إن أنا حد مؤثر أو عملت معاه حاجة كويسة. خنزير. لما حد بيضايقني أوي بتلاقيه على لساني على طول. العفريت. مش عايز حد معايا. أكتر فيلم في كتير اتفرجت على افاتار. اكتر مسلسل بقى الاسطوره محمد رمضان. نسا وتوليد. لا ده فعلا اصلا درست علم جينات وراثيه، قريت عنها. كنت فاكر نفسي هطلع بقى دكتور نسا وتوليد وبتاع، من وانا في ثانويه عامه بقرا بقى عن الكتب دي وكده. اللي فرحني في القاعه دفعه ثالثه ثانوي 2022 كانت من احلى الدفعات اللي عدت عليا الصراحه. كانوا عاملين لي ستيك نوتس ومعلقينها على البورد وراسمين كده وكاتبين الاسكندر، كاتبين لي اجمل رسائل. لسه الرسائل دي عندي لغايه دلوقتي. خلينا في بقى سلطان الاول. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم. طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيك. رضا البحراوي بقى. وخلاني ودنيتي اللي عندك، واقول جايز يحبوني ويرضوني، واقول جايز يحبوني ويرضوني، وما يتكوش يضايقوني، ورغم وجودي وياهم. بس خلاص. ما افتكرش في طالب ما يستحقش ان هو ما يحصدش نتيجة تعبه ده يعني. وطبعا لازم نساعدهم في ده جدا، ويا رب يا رب كل طالب يحقق كل اللي بيتمناه ويبقى في المكان اللي ربنا كاتبه له. صدقني انا ممكن اتعب في سين والاقي ربنا كاتب لي كل التعب وكل مجهودي وكل طاقتي اللي انا بذلتها دي في مكان تاني او في صادق. فانا بقول من دلوقتي علشان ما يبقاش في اي طالب ثانويه عامه يحبط او يجيله احباط بان نتيجته راحت في مكان غير المكان اللي هو دايما معشم نفسه بيه هو واهله من زمان. خلاص يعني من زمان انا ما كنتش طالع مدرس، انا كان نفسي اطلع دكتور. كنت بمسك الدبدوب بتاعي تهرى حقن زمان، بمسك الاقلام الجاف وهري حقن من زمان. ما طلعتش دكتور في الاخر، ولكن ربنا كرمني في المجال اللي هو شايف ان هو ده الانسب ليا والرزق ورزق اهل بيتي. فاتاكد ان اختيارات ربنا دايما ليك انسب بكتير من اختياراتك لنفسك. ويا رب كل واحد يحقق نجاحه وكل اللي نفسه فيه يا رب، ومفيش حد يبات يعني مش مجبور الخاطر. ادعي ان ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين ويسدد رميهم وخطاهم يا رب، ويبعد عنهم اي شر. الناس دي بتتعذب حقيقي. اتشرفت جدا بالمكان اللي انا فيه، بيت فن، ومن اكتر الاماكن المحترمه اللي الواحد اتعامل معاها الصراحه. وان شاء الله انتظروني الفتره اللي جايه دي في فيديوز كتير هيكون فيها استفاده ليكم يعني. اشوفكم على خير. لو شغلك رقم واحد في حياتك ما تتجوزش. اقول له ايه طيب؟ مش هروح صح؟
يتدلع عادي ما يتدلع ان شاء الله الدنيا دي تولع براحته، ده اهم شي راحته، يا بختي لو كنت من بخته.